مراد الجعفري، مرحبا، صحة رمضان، كل عام وانت بخير. يحفظك. آه كل سنة وانت طيب. راك في قاعة الأطلس اليوم. نعم. مرحبا بك. مع الأونسي، مع يعني الديوان الوطني مع الدول للثقافة والإعلام. الوطني للثقافة والإعلام. وراني فرحان بوجودي هنا اليوم مع الجمهور هنا في قاعة الأطلس، قاعة العريقة، وجازوا عليها شيخنا كبار، يعني عندها تاريخ كبير. ونشكر الديوان الوطني للثقافة والإعلام اللي راهم مستكلفين بهذه القاعة، لأن ما لازمش تروح هذه القاعات كيما هذوما، عندهم تاريخ كبير. وهذا راني فرحان هنا، ونقول المشاهدين اللي يشاهدوا فينا ولهم صحة رمضانهم، صحة صيامهم، ونتمنوا لهم إن شاء الله كل خير. مراد، انت ماكش غريب على الديوان الوطني، غنيت في قاعة الأطلس، غنيت في الموقار. الموقار. في الموقار، خاصة في الموقار كي كانت غير الموقار. بالشعبي. الله نعم. الله. وفي جهات واحد اخرين خدمنا بزاف مع أنا نقول صديق الديوان مش فنان يخدم معنا. وانا وحنا صراحه من زمان. آه احنا درنا معاهم جولات، درنا معاهم من زمان، قبلنا بالك قبل ما نولي مراد جعفر هكذا معروف شويه وكذا، كنت ديجا نخدم معاهم. تسمى له ماخذ. عطاونا فرص يعني باش نقربوا للجمهور ولا. ايوه مراد انا واحد الفنان كيما انت هكذا قال لي انا ماذا بيا في الجزائر العام 12 رمضان. قلت له علاه؟ قال لي باسكو احنا في رمضان يحبون الجمهور، يحب الشعبي بزاف ويحب التراث يعني. بارك الله فيك. باسكو علاش رمضان عنده نكهه خاصه. صح. كلش بنين فيه، القعده تاعو تحب تسمع فيه الشعبي، تحب تشوف لي سكات، سيرتو التراويح والصلاه في المسجد والاوقات كاع في المسجد. عنده واحد بنا خاصه. بنا خاصه، بنا التراويح كي تكون تسمع بزاف ائمه كي يكون المساجد قرابها، هذا تسمع واحد الشيء يعني تتعطر، تقول الحمد لله اللي جينا مسلمين. وفيه يعني كما قلت لك نكهه خاصه، عنده كل حاجه بنينه فيه. لا، حتى الطابع اللي تغنوه انتوما في رمضان يولي مسموع بزاف، والعائلات كامل تحب تجي تستمتع بعد الصيام، تستمتع بسهرات تاع الشعبي. وانتوما اللي يلمنا رمضان يلمنا سواء في الدار ولا برا. حتى هنا برا كاين ناس تروح تتجول تقعد مع احبابهم يكسروا، كاين فاميليات يعني عائله تروح عند عائله، سواء يتقاربوا ولا جيران ولا ندابهم يديروا سهره مع بعض، وبزاف امور يعني. وعباك احنا العائله الجزائريه في رمضان تتلم، تكون لمه، تكون فرصه وين واحد يقصر مع اولاده ومع خاوته ومع خواتاته، يعني يجمع رمضان فيه واحد الشيء يعني ما كانش خارق على العاده كما نقولوا. احنا سعداء بلي راك اليوم في قاعة الأطلس وراح تغني الجمهور تاعك اللي جاك. تخدم لهم سهرة مليحة ان شاء الله. سهرة شابة ان شاء الله يجيبهم الحال. وش يطلبوا عليك باك الجمهور يحب يطلب اغاني اللي يحبها هو، وحنا نقدموها له بالفرح والسرور ان شاء الله. لو كان ما راكش بروغرامي تغني اليوم هنا في قاعة الأطلس، راك في لينوسون مانديلا نورمالمون. لازم اليوم الياس ما سير بي. سير بي واللي يلعب مليح يربح. تسمى اليوم انت راك النص راك هنا في الأطلس تغني الجمهور، والنص نتاعك او يتبع في الماتش. كاين ناس شفتهم داخلين القاعة باش يشوفوا الحفل، قالوا لي كش ما يكون نبعثوا لك ميساج. يديروا لي تما ملاصه نشوفهم يقولوا لي واش راهم، قلت له كانوا خاسرين ما تقولوا لي والو. ان شاء الله خويا مراد، احنا اللي يلعب مليح يربح ان شاء الله نروح الرياضيات تنين بعد الأطلس. مراد، واش برنامجك القادم؟ وين مع راك دار بروغرام؟ الثقافه غدوه ان شاء الله في يعني 17 في الشهر هذا تاع رمضان مارس في قليعه. في القليعة مع جماعة القليعة. مليح. نتقاسموا الحفل، شرف ليا كبير مع شيخنا عبد الرحمن القبي. عبد الرحمن القبي في دار الثقافة بالقبة بالقليعة. أحمد عروة وناس قليعه تعرف، ناس قليعة تاني، دواقيل الشعبي والأندلسي. وانا قلت لشيخنا، قلت له انا راني موراك راني في حماك. ربي ان شاء الله كما يقولوا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله مراد خويا، نتمنى لك التوفيق ديما صديقي العزيز، ورمضان كريم وصحة عيدك الافونس. انت كذا ومثله ان شاء الله، وكاع الجزائريين كلهم صحة صيامهم، كاع المسلمين، وينعاد علينا بالصحة والهنا ان شاء الله. ونقول لكم صحة عيدكم ثاني، كاو قريب العيد، نتلاقاو في الخير ان شاء الله. ان شاء الله مراد. هذه قناتي على اليوتيوب اسمها فنون اليوم، كلمة للقناة نتاعي. قناة فنون اليوم، نقولوا بالتوفيق ان شاء الله، وربي يوفقكم حبيبي،
وان شاء الله المزيد القدام القدام القدام، واحنا رانا معاكم على كل حال. ربي يحفظك. ايضا ربي يحفظك. وانا بالمناسبه نهار نهدي لك البوكي دو فلور، كل عام وانت بخير. ريحه طيبه، الله يعطيك واش تمنى في الخير كاع. ربي يحفظك خويا مراد، انا سعيد ديما كي نتلاقى. الله ينورك، انا ثانيك، الله رانا ثانيك، ربي يحفظك. شكرا.